ألف رحمة تتنزل عليك يلي تركت طيب الأثر بكل مكان وبكل بيت. طوعت عيونك تسهر لفعل الخيرات وعطيت، وبين الطرقات والبيوت يا ما طفت ويا ما سعيت، ويا ما سهرت ويا ما ضمدت جروح وداويت. بالنهار ظلام الليل لا كليت ولا مليت، ما رح أحسن وفيك حقك مهما وصفت عنك وحكيت. وضاعت مني الحروف وعزت الكلمات والقوافي، يا بلدي صانع المعروف والخير علم أجيال، وباقي فيك الخير لا تخافي. ونامي يا طيور الروابي يا نومة العوافي. حكيم الضيعة المرحوم حسن صافي. ممرض حسن صافي، وهو الحقيقة أخ كبير لنا. كان يقوم بدور الطبيب في عطوس، وكان يساعد الناس في أمور التمريض وأمور تعليق السيرومات، حيث لم يكن موجود في تلك الفترة أي خدمات طبية لا رسمية ولا شعبية، ولا في طبيب كان في المنطقة. فنعمل الأثر الجميل اللي تركه أبو لؤي، بارك الله بذكراه الطيبة. كان معطاء ومعاون لكل الناس. كان مثال للنخوة اللي من قصده يلبيه، ما كان فكرته والله فكرة مادية أو فكرة كذا، إلا عمل إنساني لهالعباد كلها ولهالناس كلها. كان يخدم كل الفقير والغني وكل الناس. كان يعالج الناس في بيوتهم صباحا وليلا وفي النهار كمان. وكان على المعالجة بالأبر القديمة يسخن المي على البابور الكاز، ويدخل ما في بيت إلا ما دخلوا فيه عرطوز، وما في بيت إلا بيحمدوا وبيشكر رب العالمين على هالنعمة اللي الله بعث له إياها. بالنسبة لحسن صافي أبو لؤي من الناس ومن الرجال المشهورين المحمودين في البلد. والله رجل محترم ورجل قد المسؤولية، ورجل كان يخدم الناس كلياتها، رحمة الله عليه من صميم القلب. كان خدماته جيدة جدا لأهل البلد، وما يتوانى عن حدا أبدا، بالليل وبالنهار، بآخر الليل، منتصف الليل، بعد منتصف الليل كان يدور على المرضى ويخدمهم بدون أي مقابل، وأنا أشهد بذلك أمام الله وأمامكم. والله كان يركب بسكليت، أو قبل البسكليت كان يروح مشي للطاحون والصيد. إذا في حدا عنده إبرة هنيك يروح يعطيه إياها. بالليل إذا حدا انجرح، إذا حدا يجوا لعنده على البيت يدقوا باب بيته الساعة 11 12 وحدة، الله يرحمه ورحمة الله عليه، يجي يخيط لهم جرحتهم يعني بدون مقابل. الله يرحمه ويعوضه الجنة إن شاء الله. زلمة كان ما يأثر بدرب حدا، هي أول وحدة. ثاني وحدة في له عادة كان يجيب السرنج معه ويحطه بجيبته، يحطه وشعل البابور ويحط السرنج على البابور، يغليه على البابور ويعطي الإبر للناس. الله يجزيه خير، ما قصر بدرب حدا حتى آخر حياته. هذا اللي بعرفه عنه أنا. زلمة طيب كويس، كان أخلاقي من كل الجهات. يركب هالبسكليت ويدور فيها من أرنة لأرنة بهالحارات، ومين عنده إبرة يعطيه إياها، مين عنده جرح يغير له عنه. نعم.
كثير كان محترم والله، ويحترم كل العالم والله، ما حدا شاف منه إلا كل خير. يرحم التراب اللي رد عليه، كان ما في مثله، كان ما في أحسن منه يخدم العالم بكل شيء، بالليل بالنهار تلاقيه راكد ورايح. الله يرحمه، ما يقصر مع إنسان، شو بده يخدمهم، وين ما طلبوا يروح. الله يرحمه. يجوا يدقوا عليه يقولوا له أبو عبده بده قسطرة، أبو محمد بده إبرة، يركب هالبسكليت ويروح. لو كان بالظهر فوق، لا كان في سيارة ولا كان في شيء، والله يروح الله يرحم روحه. وحتى كانت الإبرة معه ما كانت سرنج مثل هلا هيك دغري، كان يحط السرنج على الببور ويدق الببور ويغلي الإبرة ويعطيهم ويرجع. بالليل بالنهار ما تفرق معه. كان أبي الله يرحمه يجي من الدوام يتغدى يتوضى ويصلي ويحمل شنطايته ويروح. في ناس كان لها مواعيد إبر يعطيها، واللي بده تغيير على الجرح يغير له، واللي بده تركيب سيرون يركب له. وما عدا يعني بالليل يجي ناس يدقوا عليه يروح يسعفهم، يركب له، يعطيهم إبر، وين ما طلبوه يروح لعندهم. إذا كانوا بآخر الدنيا يروح لعندهم ومدون أجر ومدون شيء. الكل كان يحكي إنه زمان ما كان في إلا هو دكتور بعرطوز. كنت لما أمشي معه بالشارع الصغير قبل الكبير يوقفه يسلم عليه، كيفك دكتور، كيفك حكيم. الحمد لله عمره ما قصر مع حدا، ما حدا اعتازه إلا ولباه، ما حدا طلبه إلا لباه. الله يرحمه، مات وسيرته الطيبة لساتها عايشة، ورتنا السيرة الطيبة، ورتنا السمعة الحسنة. الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة يا رب. هلا بسمع والله من الجيران وقت كان أبي ما كان في دكتور بالبلدة أبدا، يعني أول دكتور بالبلدة يعطي إبر، يعمل قطاب، يعني مين ما دق بابه ما يقصر معه. كان يرجع من شغله على طول، يعني في عنده مواعيد إبر، تقطيب. حتى لوقت اللي توفى الله يرحمه يعني العالم تجي لعنده يفك قطاب، يركب قطاب سيرون.